السلام عليكم ومرحبا بكم كالعادة في قناتي إبريق الوصفات. جيتكم اليوم كالعادة بنوع جديد متاع جاتو بمناسبة بالطبيعة راس العام اللي هو جاتو فينونسي بنكهة الشوكولاتة والفروي روج. كما قاعدين تراو في المنظر متاعو حاجة مزيانة وراقية، كيف زادة سهلة، مزيج ما بين نكهة الشوكولاتة أو نكهة الفواكه الحمراء أو الفروي روج. وبالطبيعة كان تحبوا تشوفوا المكونات متاعو وطريقة التحضير، ما غير نوصيكم كالعادة تتبعوا الفيديو للآخر. للمكونات متاع الفينونسي نستحقوا عنا 150 جرام فرينة، عنا كيف 4 بيض، عنا 150 جرام سكر جلاس ولا سكر محور، عنا 200 جرام زبدة منزوعة الحليب أو بردنوازات خليتها غليت حتى معناها تنحلها الحليب متاعها، وعنا كيف 150 جرام لوز بودر بالقشور. باش نبدا اول حاجه باش نحط المواد الجافه الكل، المكونات الجافه يعني اللي هما السكر المحور واللوز والفارينه، نحطهم ببعضهم ونكملوا نضيف لهم البيض ونخلطوا بالطبيعه حتى تتجانس المكونات الكل تتخلط ببعضها، يدخل البيض مع المكونات الجافه. وفي اخر حاجه باش نكملوا نضيف لهم الزبده ذيك منزوعه الحليب. من بعد باش نصب الخليط نتاعنا في كادر 30 على 30، نوزعو كيك على كبر الكادر، ومن بعد باش ندخلو للفور على 180 درجة. طبعا باش نحضرو الكريم باتيسير، عنا ليها 4 صفار بيض، عنا كيف نص لتر حليب، عنا باكيه كريم باتيسير بنكهة الشوكولاتة، عنا 100 جرام شوكولا نوار، استعملت شوكولا دو كوفرتور يعني نوعية جيدة، وعنا 100 جرام سكر حبيبات أو سكر هذاك العادي معناه. أول حاجة باش نبداها باش نحط النص لتر متاع الحليب في كاسرونة على النار، في نفس الوقت باش نخلط السكر والساشيه متاع البودرة كريم ولا الكريم باتيسير بنكهة الشوكولاتة مع الأربع صفار البيض، باش نزيد لهم زادة شوية ماك الحليب بعد ما دفى شوية، ونخلط كل شيء مع بعض. توا الحليب هاوكا سيغلي، باش نكمل نضيف له الخليط الأولاني متاع البودرة كريم، نكمل نخلط، ومن بعد باش نضيف لهم هاكا الشوكولاتة هذيك 100 جرام شوكولا نوار، قصيتها شوية بالسكينة باش تذوب لي فيسع. وبعد هيك الكريمة حضرت عقدت معانا، باش نخليها تبرد في درجة حرارة الغرفة ولا نحطوها شوية في الفريجيدير. هاكا كيفاش حطيتها في بول باش تبرد لي فيسع. رجعنا توا للفينونسية بعد ما طابت، هيك المنظر متاعها. عندي غادي كروكون متاع فروي روج، خذيته حاضر انا من عند بن يغلين، تلقاوها بالشكل هذاك. خذيت 300 جرام كروكون متاع فروي روج بالشكل هذاك باش نحطهم فوق الطبقة متاع الفينونسية، وزعهم على كبر الفينونسية يعني تعطي قرمشة في وسط الجاتو بالطريقة هذيك. توا هذيك الكريم باتيسير سيام بعد ما بردت، باش نعملها ركضة خفيفة بالباتور حتى ترجع لي سمعانة، ومن بعد باش نضيف لها 250 جرام زبدة بشوي. وكان حسيتوها عملت معناها الزبدة عملت كتل في وسط الكريمة، تعملها داخل الميكرووند والا تحطوها في باماري تترى معاكم شوية وتسخن، ومن بعد تزيدوا تعملها دورة بالباتور تولي لكم اللي يسمح لها. توا الكريمة هذيك باش نصبها فوق الجاتو متاعنا وفوق الطبقة المقرمشة متاع الفروي روج. بالطبيعة الطبقة هذيك راني حطيتها شوية في الفريجيدير شدت روح تبس معايا، باش من بعد كي نحط الكريمة ما تتخلطش هي والكريمة، تبدا كل طاق يبدا وحده معناها في القصة بعد تجيني مزيانة وكها. ومن بعد الكريمة هذيك نوزعها على كبر الكادر كما قاعدين تراو في الفيديو. توا عندي ساشي كونجيلاسيون قسمت على 2 ولا تنجمو زادا بابي كويسون، حطيتها في الوجه متاع الجاتو باش نبدا نعملها كيكه بيداي، باش نتحصلوا على الوجه متاعها يبدلنا معناها مسطح. بعد باش نحطها في الكونجيلاتور ولا فريجيدير تشد روحها ونتعداو نحضروا الجولي. بالنسبه للجولي عنا 10 جرامات متاع جيلاتين ضربتهم في 50 جرام متاع ماء، عنا كيف 300 مليلتر ماء، عنا باتاروم متاع فرومبواز، وعنا 150 جرام سكر. اول حاجه باش نبداها باش نحط الماء 300 مليلتر متاع ماء
باش نحط لهم 150 جرام تاع سكر، وكيف كيف باش نحط لهم هكا الباتاروم. انا بالنسبه للباتاروم حطيت زوز مغارف كبار، باتاروم بنكهة الفرامبواز. نخليهم على النار حتى يوصلوا درجة الغليان، ومن بعد ما يوصلوا درجة الغليان باش نسكر عليهم ونضيف لهم الجيلاتين، 10 جرامات متاع جيلاتين هكا هاو. هذاك الجولي من بعد ما استنيته طفى ما نحطوش وهو سخون فوق الجاتو باش ما يذوبليش الكريمه، باش نصبو فوق الجاتو نتاعنا بالطريقه هذيك. وفي دقيقه ما يشد روحه، معناها من با انا حطيته ربع ساعه رجعته للفريجيدير، بعد بديت نقص في الجاتو، معناها يعني ربع ساعه سايت ماسك الجولي هذاك سي بون. بعد ما شد روحه الجولي متاعنا باش نحي الجاتو من الكادر، باش نسلك الجنابات بالسكينه ونحيه سايم الكادر. توا غادي الجاتو بعد ما كملت زينته، انا مشاركتش معاكم الزينه بالضبط، المفيد زينته زينه سامبل على الاخر كما قاعدين تراو، ما تفلسفتش برشا في الزينه، وبالطبيعه كل واحد ذوقه، اهم حاجه المطعم، خاصه العباد اللي تحب الشوكولاته مع مع الفروي روج وكل ياسر بنين. معناها حبيت ديما نشارك معاكم انواع جاتوات يكونوا مختلفين باش نرضيو الاذواق الكل يعني. غادي قصيت معاكم مورس وقعدت ناكلو بحذاكم باش تشوفوا التكستور متاعو كيفاش ميكس ما بين القرمشة متاع الكروستيون مع التراوة متاع الفينونسي مع الموس متاع ولا قلت الموس الكريم موسلين، حاجة طيارة على الاخر. هاكا كيفاش التكستور متاعو كملت الصحن معاكم. المفيد لهنا يكون نهاية الفيديو، ان شاء الله عجبتكم الوصفة متاع اليوم ونلت رضاكم، وبالطبيعة كان عجبتكم الوصفة ما تنساوش تقدوا جيم الفيديو، الاشتراك في القناة كان اول مرة بالطبيعة تزوروا القناة متاعي، وبالسلامة نتقابلوا ان شاء الله في وصفات اخرى.